تيجي نجهز اللانش بوكس بتاع النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنجهز اللانش بوكس النهارده للمدرسه. اول حاجه دي واحده وهوز بالشوكولاته، طبعا غيروا في اشكال الوهوز. وكمان ده كيس اللي هو عصير اللي هو بيتي بطعم المانجا. وكمان ده كيس شيبسي، وكمان عملت لها فشار. بوريكم الحاجات حاجة حاجة. دي أول حاجة زي ما انتوا شايفين اللي هو هوز، وكمان ده العصير البيتي بالمانجا، وكمان ده كيس الشيبسي، وكمان ده الفشار. أنا عايزة أقول لكم إن المشاهدات بقت ضعيفة جدا جدا جدا. بعد لما المشاهدات كانت ارتفعت بدأت تنزل تاني. أنا عايزة اللايك يا جماعة، علشان اللايك هو اللي بيرفع من الفيديو. لو كومنت جميل منكم برضو هيرفع الفيديو، يشجعني اكتر ويخليني انزل فيديوهات اكتر ويخليكم تستفادوا من حاجات اكتر، واعمل لكم وصفات واكلات ومشروبات وحاجات اقوى. بس اهم حاجة حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بقى علشان نكمل بقية اللانش بوكس. اهم حاجة الايه؟ اللايك. ده زي ما انتوا شايفين ده الفشار، وكمان اديتها حواوشي 2 فطير من الحواوشي، وكمان بيتزاية. طبعا البيتزا دي فطير، مش بيتزا زي اللي عندي في محلات البيتزا، لا دي بيتزا فطير من عند بتاع الحواوشي. بتبقى وش اسمها وش بيتزا كده، زي ما انتوا شايفين بتبقى مليانة جبن وحاجات وزيتون وطماطم وفلفل. طبعا دي بتبقى وشها زي وش البيتزا كده، بجيبها من عند بتاع الحواوشي، هو اللي بيعملها. وبيعمل كمان فطاير حلوة على فكرة، بالمربى وبالجبنة الحادقة، وكمان بيعمل بالسكر، بحاجات كتير. بس فانا اديتها الاتنين الحواوشي دول باللحمه المفرومه، وكمان الواحده البيتزايه، وكمان الفشار اللي قدامكم، وكمان الشيبسي، وكمان عصير البيتي بالمانجا، وكمان الوهوز. هو ده لانش بوكس النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. واهم حاجه زي ما قلت لكم في كل فيديو، اهم حاجه اللايك. مع السلامه.